بكده ان في حد دخل البيت، وبيدخل البيت بالراحه وهو بيتسحب، وبيتفاجئ ان مدير المنظمه مستنيه في البلكونه عشان عاوز يتكلم معاه وبيطلب منه حمايه نسلهان. ولما تي بيقول له اشمعنى انا، المدير بيقول له عشان انت انقذتها قبل كده. وتي بيكون عاوز يرفض حمايتها اصلا، لكن بيلاقي رئيسه في الجيش جه وطلب منه ان هو ينفذ المأموريه دي، لان نسلهان بتكون بنت القائد بتاعه، وبيديله ختم القائد. وبيكون واضح ان تي مستعد يعمل اي حاجه للقائد ده وينفذ الاوامر غصب عنه. خلونا بقى نرجع للسجن تاني اللي بيكون فيه كورت هو وجميل، وبيكونوا في المطبخ، وبيكون فيه مساجين بيحاولوا يقتلوا جميل، وكورت بيساعده عشان يحميه. وفي اللحظه دي بيبقى خلاص مديون لكورت بحياته. وبعد المجزره دي كل واحد بيرجع الزنزانه بتاعته، بس بيكون كل واحد متضايق انه رجع من تاني. وجميل وكورت بيتكلموا مع بعض، وكل واحد بيكون في زنزانته، وجميل بيكون نفسه يعمل اي حاجه المهم ان هو يخرج من السجن ده. وكورت بيقول له انا اقدر اخرجك، بس مين اللي هيوصلنا لحدود تركيا؟ وجميل بيقول له لا بقى سيب الموضوع ده عليا انا. وتاني في الوقت ده بيحاول يستعيد نفسه من تاني وينسى اللي حصل عشان يرجع لشغله تاني، لكن ما بيقدرش ينسى الانفجار اللي حصل في اخته. وتاني يوم نسلهان بتصحى من النوم على صوت خط العمال، ولما بتروح عندهم عشان تعرف ايه اللي بيحصل بتلاقي تي موجود مع الفريق بتاعه عشان يعملوا اعاده بناء للبيت عشان يكون مؤهل للحمايه اكتر. ونسلهان بتكون شايفه ان تي بيتدخل في نظام بيتها من غير ما يستأذن منها، وفي نفس الوقت تي بيكون شايف ان هو بينفذ المطلوب منه وبس، وعشان كده مش بيديها حريه الرأي في اي حاجه تخص البيت. وطبعا نسلهان لازم ترضى بالوضع الجديد اللي اتفرض عليها. اما في السجن فبيكون جميل وكروت قريبين جدا من بعض، وكل الموجودين في السجن بيلاحظوا قربهم ده، حتى مأمور السجن نفسه بيكون متضايق من قربهم، خصوصا ان في ناس كتير عاوزه تقتل جميل. وبعد شويه كروت بيحضر نفسه عشان يدخل المصارعه، والمفروض ان هو يخسر قدام المسجون ده، وبرضه بيكون على اتفاق معاه، بس كروت بيخلف وعده المره دي مع المسجون وبيكسب هو الرهان، وبيكون متفق مع المأمور على كده عشان يكسب الفلوس كلها، وفي المقابل المأمور يحميه من المساجين ويهربه من السجن. وفي الوقت ده تي ونسلهان بيكونوا في الطريق عشان رايحين الشغل، وتي بيسأل نسلهان على سيلين اللي كانت معاها في الحادثه اللي حصلت، ونسلهان بتحكي له على كل اللي حصل معاه. وطبعا تي ما بيقدرش يستحمل الكلام ده، لان نسلهان فضلت تشرح له طريقه التعذيب اللي كانوا بيعذبوها لاخته، لدرجه ان تي بيكسر جزء من العربيه في ايده وهو ماسكه. ولما بيوصلوا المنظمه بتكون نسلهان رايحه تشكي للمدير من تصرفات تي معاها، والمدير بيقول لها ان تي مسؤول عنك، فبلاش تعملي زي الاطفال كده عشان انت حياتك في خطر. وبعد شويه المدير بينادي على تي عشان يعرفه انه بيشتغل كويس، وبيقول له نسلهان مبسوطه منك قوي. وتي بيقول له مش باين على وشها خالص يعني. ونسلهان بتطلع من اوضه المدير علشان تروح لصاحبها وتشوف بقى الشغل وصل لايه، وبتطلب من تي ان هو يستناها بره المكتب، بس بتلاقي تي ما بيسمعش كلامها خالص وبيدخل وراها المكتب، وده طبعا بيضايق نسلهان، بس بتضطر انها تسكت لما تي بيقول لها ان ده شغلي ومطلوب مني ان انا اعمل كده. المهم ان تي بيكون مركز في كلامهم جدا، وفي الفيديو اللي بيشوفوا فيه القناص اللي مراقبه، ولما تي بيركز في الفيديو لثواني بيعرف ان القناص ده لوحده ومعهوش فريق، وبالتالي الموظف بيحاول يعرف هويه القناص ده. وبعد شويه بتجيله خطيبته وبتقول له دعوه الزفاف جت، وكانت عاوزه تقول له على حاجه تانية بس بتتراجع وبتروح تجيب الدعوه من مكتبها وبترجع له. اما تي فبيفضل ماشي ورا نسلهان وبيكون متضايق منها جدا لما بيعرف ان في اجتماع مفاجئ منها، لانه ما بيعرفش يامنها. ونسلهان بتكون قصدها انها تعمل كده معاه علشان تضايقه لانها مش حابه الحراسه دي خالص. المهم ان نسلهان بتروح تحضر الاجتماع وبتتكلم باسم بلدها، وبيكون واضح جدا ان في صراع بينها وبين المتحدث الرسمي لايران، وكل واحد منهم بيحاول ان هو يفرض عضلاته. وطبعا تي بيكون واقف بيسمع الحديث كله في الاجتماع، ولما بيخلصوا الاجتماع المتحدث الرسمي بيديها هديه قبل ما يمشي، وتي بياخدها منه، وده لانها بتكون مش مؤمنه والامن بياخدها الاول عشان يامنها. وطبعا ده كله بيضايق نسلهان جدا، وبتاخد تي على جنب عشان تتكلم معاه وبتعرفه انها متضايقه، بس تي بيعتذر لها مثلا لا 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 اطلاقا. ده بيفتح الهديه قدامها وبيلاقيها ساعه رمليه، وبيقول لها ان معنى الساعه دي ان هو عاوز يقولك ان وقتك قرب يخلص. ونسلهان ما بيكونش مهتمه لكلامه، وفي الوقت ده الميكانيكي بيروح لكي عشان يعرفها انه ما قدرش يوصل للشفره، وبيعرفها ان نسلهان هي اللي كانت مع سيلين في العربيه، يمكن تكون عارفه الشفره. وكيت بتقول له لازم نوصل لنسلهان باي طريقه. وفي الوقت ده تي بيوصل نسلهان الفيلا، وما بيكونش حابه ان تي يفضل معاها في نفس البيت، لكن تي بيكون مصر ان هو يفضل جنبها عشان يقدر يحميها لو حصل اي هجوم في اي لحظه. واخر اليوم كروت بيكلم جميل وبيطمنه ان هم هيخرجوا من السجن النهارده، بس جميل بيكون شايف ان كروت بيضحك عليه وفاهم ان حياته كلها هتضيع في السجن ده. اما نسلهان فبتكون قاعده في الفيلا وبتكمل شغلها وبتكلم صاحبتها اللي بتحاول توصل معاها لمكان باباها، بس مفيش فايده. وتي بيكون قاعد في اوضته وبيكلم الفريق بتاعه وبيكون مبسوط بيهم جدا، وبيفضلوا يفتكروا المواقف اللي كانت بينهم وبيغنوا الاغنيه بتاعتهم. وهنا نسلهان بتسمع صوت المكالمه وبتكون متضايقه من الصوت، وبتكون عاوزه تروح تتخانق معاه، بس بتكون متعاطفه معاه لما بتشوف فرحه جنوده بيه وهما بيتكلموا معاه. وبعد ما بيخلص المكالمه بتروح تتفرج على تي وهو بيكلم السمكه وبيسمع معاها تلفزيون، وبتسيبه وبتروح تكمل شغلها. وفي السجن في الوقت ده بيروح صاحب الرهانه عند السجن عشان يقدر يقتل كروت، وبيكون متضايق منه لانه خسره كل فلوسه، لكن ما بيلاقيش كروت في الزنزانه بتاعته، لان كروت في
الوقت ده بيكون في مكتب المأمور اللي بيكون هو اللي متفق معاه على مسابقة الرهان دي، وان فلوس الرهان كلها هتكون مع المأمور. وبما ان كروت نفذ كلامه والفلوس خلاص راحت للمأمور، فكده يبقى فاضل المأمور هو اللي ينفذ وعده معاه، وهو انه يديله مفاتيح السجن كلها عشان يقدر يهرب. وفعلا بيديله المفاتيح وكمان مفاتيح العربية بتاعته، وكروت بيروح يفتح الزنزانة الجميل وبيخرجه وبيهربوا من السجن. وتاني يوم بيكون القناص اللي متأجر عشان يقتل تاي واقف على سطح المبنى اللي موجود فيه حفلة الوزراء، والقناص بيكون عارف ان تاي ونسلهان هيكونوا موجودين في الحفلة دي. اما كروت وجميل فبيقدروا انهم يهربوا من السجن وبيطلعوا على الطريق، وبيقابلهم واحد من الرجال الجميل اللي بياخدهم عشان يخرجهم على الحدود. اما تاي فكل شوية بيتصدم من تصرفات نسلهان اللي بتكون في المكتب، وبتقول له فجأة انها ترجع البيت عشان تغير لبسها وبعدين هتطلع عشان تروح حفلة الوزراء. وده بيكون صعب جدا على تاي لان تأمينها في حفلة زي دي محتاج فريق كامل، بس طبعا تاي هو بمقام فريق كامل وما بيفرقش معاه الكلام ده خالص، وبياخد نسلهان وبيروح بيها على البيت عشان تغير لبسها وبيطلعوا مع بعض عشان يروحوا الحفلة. وتاي بيحاول في الوقت ده ان هو يأمن المبنى على قد ما يقدر علشان يرجعوا البيت بسلام من غير اي مشاكل. المهم انهم بيوصلوا المبنى اللي فيه الحفل، والقناص بيجهز نفسه عشان يضرب الهدف. لكن الوقت ده صاحب نسلهان بيتصل عليه وبيقول لها اخرجي بسرعه من الحفله عشان في قناص هناك. وقبل ما نسلهان تعرف تاي اي حاجه بيكون القناص ضرب نار على تاي، وبيفاجئوا ان الموظفين اللي في الحفله كلهم تبع العصابه وبيخطفوا نسلهان. بس اللي ما بيكونوش عارفينه ان تاي بيكون لابس واقي من الرصاص، طبعا ما هو زي القط بسبع ارواح. المهم ان تاي بيقوم وبياخد مسدسه وما بيسمحش لاي حد ان هو يخطف نسلهان من قدامه، وبيروح وراهم وبيقدر ان هو يضرب العصابه كلها لدرجه انه بيقدر يضرب اللي خطف نسلهان وهو ماسكها وما بيكونش خايف ان نسلهان تيجي فيها الرصاص. يا ابن المجانين يا ابن المجانين. وبياخد نسلهان وبيخرجوا من المبنى وبيركبوا العربيه بسرعه، وقبل ما القناص ياخد حاجته ويمشي من المبنى بيلاقي تاي وصل عنده وبيضربه رصاصه في رجله. وبعدها بثواني الشرطه بتيجي تاخده علشان تحقق معاه. دايما الشرطه تيجي في الاخر طبعا. ولما نسلهان بتحقق مع القناص بتعرف منه ان الهدف بتاعه كان تاي مش هي، وكان مطلوب منه ان هو يقتل تاي، بس القناص بيكون مش عارف اي حاجه تانية. وبتطلع نسلهان من اوضه التحقيق وبتلاقي تاي مستنيها وبتشكره لانه قدر يحميها من القناص ده. وفي الوقت ده بيكون كورت وجميل في العربيه، وفعلا بيقدروا انهم يعدوا حدود تركيا وبيكونوا مبسوطين جدا انهم قدروا يوصلوا للمرحله دي. اما تاي ونسلهان فبيكونوا في الملهى وقدروا يحطوا فخ للميكانيكي عشان يقدروا يعرفوا من خلاله رئيس العصابه بتاعه، وعشان كده بيكونوا في الملاهي لان الميكانيكي بيكون متفق مع القناص ان هو يسيب له علبه الشفره في مكان مدني، والمفروض ان الميكانيكي يوصل للعلبه دي وياخدها، وبيجمعوا عليه رجاله نسلهان عشان يقدروا يحققوا معاه. المهم ان نسلهان بتكون مراقبه في العربيه كل تحركاته لحد ما الميكانيكي بيوصل للملاهي وبيروح ياخد العلبه اللي متفقين عليها. وفي الوقت ده بيكون كورت وجميل وصلوا على بيت جميل، وبيكون واضح جدا ان هو راجل غني وعيلته بتستقبله، وبيكونوا مبسوطين جدا انه خرج من السجن. لا ما خرجش ده هرب. ولما كورت بيحاول يمشي جميل بيمسك فيه وما بيرضاش يسيبه ان هو يمشي من البيت. اما كيتفا بتكون في الوقت ده بتحتفل بالمعرض بتاعها اللي بيكون كله دم ده، والمشكله بقى انها بتكون مبسوطه بالانجاز اللي هي عملته. وتاي ونسلهان بيكونوا مراقبين الميكانيكي اللي بيتصل على كيت عشان يعرفها ان هو وصل للعبه، وكيت بتقول له اتاكد ان البضاعه جايه صح. وهنا الميكانيكي بيتصدم لما بيلاقي اللعبه فاضيه، وهوب بيلاقي نفسه اتخطف في عربيه. وكيت بتعرف ان الميكانيكي وقع في فخ الشرطه التركيه. وبنرجع بقى لكروت اللي هيكون مفاجاه كبيره جدا، وهو انه بيطلع عميل سري تبع المنظمه، وبيكون هدفه جميل من البدايه، وعمل كل ده عشان يقدر يكون قريب منه ويخليه يثق فيه. وبيتصل على المنظمه وبيعرفهم اللي حصل كله، وده طبعا بيكون مهمه ولازم تتنفذ. اما تاي ونسلهان فبيكونوا مع الميكانيكي وما بيكونوش لاقيين مكان مناسب عشان يحققوا معاه فيه غير انهم بيحققوا على سطح المبنى ده. ونسلهان بتقول له بص بقى انت لو ما قلتش الحقيقه كلها انا هرميك من هنا، وانت عارف كويس قوي ان سهل عليا ان انا اعمل كده ومحدش هيحاسبني. والميكانيكي بيقول لها صح انت عندك حق، بس تاي هيمنعك. وتاي بيستغرب عشان هو عارف اسمه، وبيبدا الميكانيكي يستفزه وبيقول له على فكره بقى انا اللي حطيت القنبله جنب اختك، ايه رايك في الخدعه دي؟ وهنا نسلهان لاول مره بتعرف ان تاي بيكون اخو سيلين، وبيفضل الميكانيكي يستفز تاي اكتر وبيقول له بص بقى انا مش مستغرب ان سيلين ما كانتش موجوده في الاوضه، احنا كمان مش لاقيينها، ايعقل انها تكون عايشه يا راجل. وفي اللحظه دي تاي ما بيستحملش كلمه زياده من الميكانيكي وبيشده على حافه السطح وبيكون عاوز يقتله، ونسلهان بتحاول تمنعه، لكن هدف تاي هو انه يوصل من كلام الميكانيكي ان اخته كانت عايشه ولا لا، وبس كده لحد هنا. وبيخلص الجزء ده من مسلسل